الحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، يقول الله عز وجل في كتابه العزيز: ومن آياته، أي من آيات الله، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. جعل الله تعالى الزوجة سكنا لزوجها وجعل الزوج سكنا لزوجته، فالزوجة ستر لزوجها والزوج ستر لزوجته، كما قال الله: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. بل إن الله عز وجل جعل بين الزوجين مودة ورحمة، جعل بينهما خالص الود وخالص الحب وألطفه وأرقه، لم يجعله حبا مجردا بل جعله مقرونا بالرحمة، فقال سبحانه: وجعل بينكم مودة ورحمة. إن الحب الحقيقي يا عباد الله هو الذي يكون بعد الزواج، وليس ذلك الحب الزائف المبني على المشاعر الكاذبة. فالرجل يحب زوجته حبا حقيقيا ويودها ويحسن إليها، فإن هو كرهها لم يظلمها ولم يتعدى عليها ولم يعنفها، بل يشفق عليها ويرحمها. وكذلك الزوجة تكون مع زوجها، لأن الله تعالى قال: وجعل بينكم مودة ورحمة. لم يجعله حبا مجردا بل جعله حبا مقرونا بالرحمة، وجعل بينكم مودة ورحمة. عباد الله، إن دين الإسلام يدعو إلى حسن المعاملة بين الزوجين، ويدعو إلى طيب العشرة ولين الكلام وصدق المحبة والوفاء، ويحذر مع ذلك من كل شيء يكون سببا في إفساد هذه العلاقة، ويحذر من كل شيء يدفع الزوجين إلى الفرقة والتباعد والشتات والعيش في جو مليء بالنزاعات والمشكلات. قال الله سبحانه: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. إن هناك أسبابا تخلق جوا من البغض والكراهية بين الزوجين. كما أن هناك أسبابا تخلق جوا من السعادة بينهما. إن هناك أسبابا تخلق جوا من البغض والكراهية بين الزوجين، وربما كانت طريقا لحصول الطلاق وهدم كيان العائلة والأسرة. وهذه الأسباب كثيرة ومتنوعة، ولعل المقام لا يصلح لذكرها كلها، ولكن نقتصر على أشهرها وأوسعها انتشارا بين الناس. فمن تلك الأسباب تقصير الزوجين أو أحدهما في الحقوق والواجبات. إن الزواج في الإسلام مبني على أساس متين يقوم على الحقوق والواجبات، فكما أن للزوجة حقوقا فكذلك عليها واجبات، وكما أن للزوج حقوقا فكذلك عليه واجبات. فإذا ضيع الزوجان تلك الحقوق وضيعا تلك الواجبات كان ذلك سببا لهدم كيان الأسرة والعائلة، وربما كان سببا لحصول الفراق والشتات بينهما. يقول الله عز وجل:
ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ولهن أي الزوجات ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. إن تقصير الزوج في النفقة مع القدرة على الإنفاق هو تضييع للواجب عليه. إن تقصير الزوج في النفقة الواجبة عليه مع القدرة على الإنفاق هو نوع من التقصير، هو نوع من تضييع الواجبات التي عليه تجاه زوجته وأولاده. إن الزوج الذي يترك زوجته وأولاده بلا نفقة قد ضيع الحق وقد ضيع الواجب. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. إن الزوج الذي لا يدخل إلى البيت إلا في أوقات متأخرة من الليل، إن الزوج الذي يبقى طول اليوم خارج البيت من غير سبب، ليس للعمل والشغل ولكن للتجول بين المقاهي وجلسات الشباب. إن الزوج الذي يبقى طول اليوم خارج البيت ولا يدخل إلا في وقت متأخر من الليل يكون بذلك قد ضيع الحقوق والواجبات، وكان بذلك سببا لحصول النزاع بينه وبين زوجته. وكذلك الزوجة التي تبقى طول اليوم أو أكثر الوقت مسمرة أمام جهاز التلفاز، تقلب القنوات وتشاهد المسلسلات، تنتقل من مسلسل إلى مسلسل، وهي مع ذلك تضيع الواجبات، لا تقوم بأعمال البيت وتضيع أولادها، ولا تربيهم ولا ترعاهم ولا تلقي لهم بالا، تكون بذلك قد ضيعت واجباتها وضيعت حق زوجها. إن الزوجة التي تخرج من البيت بلا سبب ولا حاجة ولا إذن من زوجها تكون بذلك قد ضيعت حق زوجها وضيعت واجباتها، لأن المرأة الخراجة الولاجة التي تخرج كل وقت وبلا سبب ولا داع ولا حاجة ومن غير استئذان من زوجها تكون قد ضيعت أولادها، فإذا خرجت فمن الذي سيرعى الأولاد؟ ثم بعد ذلك تقول: ضاع الأولاد، وقد نسيت أنها كانت السبب في ذلك. المرأة التي تخرج وتكثر من الخروج من غير حاجة ولا داع تكون سببا من أسباب حصول النزاع بينها وبين زوجها. ولكن لا يفهم من هذا أن الرجل يجعل زوجته حبيسة بين الجدران، لا، ولكن يأذن لها بقدر الحاجة. والزوجة الكريمة لا تجعل نفسها تخرج في كل وقت بلا داع ولا حاجة. الرجل الكريم لا يحبس زوجته عن زيارة عائلتها بداعي أنها تكثر الخروج، لا، ولكن لا إفراط ولا تفريط. إن من أسباب حصول النزاع الرجل وزوجته عدم التأدب في الكلام والمعاملة، فكثير من الزوجات قد تتطاول على زوجها بالكلام، بل بسوء الكلام، فتسمعه من الكلام القبيح ما لا تقوله المرأة العاقلة، بل ربما تناديه بأقبح الأسماء. وكذلك قد يحصل من بعض الأزواج وخاصة في حال الغضب أن ينادي امرأته بأقبح الأسماء، بل ربما تجد بعضهم يقول: يا حيوان، ولا يناديها باسمها، بل قد يتعدى الأمر ذلك ويعيرها بنسبها ويسب أقاربها وأباها وأمها. وليس هذا من حسن العشرة الذي أمر الله به حين قال: وعاشروهن بالمعروف. إن بعض الزوجات قد تنقصها الفطنة والذكاء في التعامل مع زوجها. بعض الزوجات
وهذا أمر مشاهد ومعروف لدى الجميع. إذا حصلت هناك مشكلة في البيت، زوجها خارج البيت في العمل في الشغل، لا يناسبها وقت لطرح المشاكل إلا لما يرجع الزوج من العمل منهكا متعبا في المساء. بعض الزوجات تنتظر زوجها عند الباب، فإذا رجع من العمل وهو متعب ومرهق طول اليوم في العمل ومشاكل العمل ومشاكل الشارع، تستقبله بماذا؟ لا تستقبله بالابتسامة والكلمة الطيبة، تستقبله بطرح المشكلات. أول ما تفتح الباب تبدأ: ابنك فعل كذا، الجار الفلاني فعل كذا، فلان فعل كذا، وتبدأ تطرح في المشكلات وتنغص عليه يومه ذلك. وبعض الزوجات تنتظر زوجها عند الباب بقائمة طويلة من الطلبات. الرجل لم يدخل بعد إلى البيت وهي تقول وتستقبله عند الباب: ارجع، نحتاج كذا ونحتاج كذا ونحتاج كذا. والمرأة الكريمة، المرأة العاقلة، تترك لزوجها فسحة، تتركه يدخل إلى البيت، لأن الرجل طول اليوم في العمل والشغل، يرجع من عمله مساء ربما 12 ساعة في العمل والتعب وأشغال ومشاكل الشارع التي تعرفونها ونعرفها جميعا. يحتاج إلى من ينفس عنه، ويحتاج إذا رجع إلى البيت إلى امرأة تخفف عنه عناء العمل وعناء التعب. أما أن تستقبله بقائمة طويلة من الطلبات عند الباب، أو أن تستقبله بطرح المشكلات، فهذا مما يزيد عليه من التعب، وهذا مما ينغص عليه المعيشة، وقد يكون سببا مع طول الوقت وتكرر ذلك إلى حصول النزاع بين الزوج وزوجته. ولهذا فعلى المرأة أن تتفطن لهذا الأمر، وأن تكون ذكية وعاقلة عند التعامل مع زوجها. إن من أسباب حصول النزاعات بين الزوج وزوجته، وهو أمر قد لا يبدو مهما عند البعض، لكنه عند التدقيق هو أمر مهم خاصة في زماننا: ترك التزين للزوج. بعض النساء وبعض الزوجات إذا خرجت إلى حفلة زواج أو إذا خرجت إلى مناسبة معينة تلبس أجمل الملابس وتتزين بأجمل الزينة، حتى إنك إذا رأيتها تظن أنها هي العروس. أما إذا رجعت إلى البيت وجلست مع زوجها فلا تختار لنفسها إلا الملابس القديمة، ولا تعرف شيئا اسمه الزينة أمام زوجها، وهي لا تدري أن زوجها هذا يحب أن تتزين له، لأن هذا مما يحبب الزوجة إلى زوجها. وكذلك الرجل عليه أن يعلم أن المرأة كذلك تحب من زوجها أن يتزين لها. ابن عباس رضي الله عنه يقول: إني أتزين لزوجتي كما أحب أن تتزين لي. بعض الأزواج يرجع من العمل بملابس العمل ويبقى طول اليوم في البيت بملابس العمل، ولا يغتسل ولا يفعل شيء من أنواع الزينة لزوجته. وإذا خرج إلى مناسبة يختار لنفسه أجمل الملابس، حتى إن زوجته ربما من شدة الغيرة تخاف عليه من الذهاب إلى المناسبات لما ترى عليه من الزينة. أما إذا جلس مع زوجته فلا يتزين لها ولا يتحبب إليها. وهذا من الأسباب التي تؤدي إلى حصول النزاع. قد لا يحصل النزاع بين يوم وليلة، لكن مع طول الوقت. وأنتم تعرفون ونعرف جميعا ما يراه الناس في المسلسلات. الرجل ربما يرى المرأة في المسلسل ويراها في كامل زينتها، فإذا رجع إلى البيت يرى زوجته مكفهرة غير متزينة، فماذا تتوقعون؟ وكذلك المرأة ربما ترى الرجل في جهاز التلفزيون تراه في كامل زينته، فإذا جاء زوجها إلى البيت رأته في هيئة تختلف تماما عن هيئة ذلك الرجل الذي شاهدته في المسلسل.
فما الذي تتوقعون؟ يبدأ الرجل في التفكير في زوجة أخرى، وتبدأ الزوجة تفكر في الفراق، تقول هذا الزوج لا يؤدي حقي، والرجل كذلك يقول هذه الزوجة لا تؤدي حقي، فيبدأ التفكير في الفراق. فإذا كان هذا الأمر قد لا يلقي له الناس بالا، فلنعلم أنه من أهم الأشياء أو من أخطر الأشياء في زماننا. قد يكون هذا في وقت سابق غير مهم، لكن الآن في زماننا مع انتشار وسائل الإعلام وكثرة المسلسلات الأجنبية قد يصير هذا أمرا مهما جدا وأمرا خطيرا، فلينتبه له الأزواج. إن من الأسباب التي تؤدي إلى النزاع وحصول النزاع بين الرجل وزوجته إفشاء الأسرار. كما يقولون للبيوت أسرار، البيوت لها أسرار ولا يعرفها إلا من يسكن تلك البيوت. فبعض الزوجات ربما إذا جلست مع صديقاتها أو ذهبت إلى بيت أبيها تجلس مع أخواتها وتفشي لهن أسرار زوجها. زوجي فيه كذا، وزوجي فيه كذا، وزوجي ما جابش، وزوجي ما يعرفش، وزوجي فيه كذا، وتجيب كاع العيوب تاعو. يعني ما تخليش عيب في زوجها إلا وتذكره، تفشي الأسرار. وكذلك الزوج، بعض الأزواج كذلك، بعض الرجال ما نظنوش باللي كاين بعض الرجال الله يسامحهم، بعض الناس يظن أن هذا شغل النساء. لا، فيه رجال وربما هم أشد من النساء في هذا الأمر. يروح يجلس مع أصحابه ولا مع أخوه ولا مع عند باباه ولا عند يماه ويبدأ يحكي لها. المرأة ما تعرفش الطيب، المرأة ما تعرفش الدير، المرأة ما تعرفش الدير. إذا عندك مشكلة بينك وبين زوجتك خليها بينك وبين زوجتك، ما توسعش الدائرة تاع الشقاق والنزاع، ما تروحش تفشي الأسرار تاعك عند الآخرين. بالعكس بعض الناس يتشفى فيك، يقول لك خلينا نهضروها بالعامية باش نفهموها كاع، يقول لك الشح، خاطر انت اللي اخترتها، انت اللي خيرتها بيدك. علاش تروح تفشي الأسرار تاعك عند الآخرين؟ هذا من الأمور المنهي عنها في الشرع. لا يجوز للزوجة أن تفشي أسرار زوجها، ولا يجوز للزوج أن يفشي أسرار زوجته، بل جاء في الحديث أن هؤلاء من شر الخلق يوم القيامة. المرأة تفضي إلى زوجها والزوج يفضي إلى امرأته، ثم يذكران ذلك للناس. هؤلاء من شر الخلق يوم القيامة عند الله. إن من أسباب حصول النزاع بين الزوج وزوجته، بل ربما هذا من أخطر الأسباب، سوء الظن. سوء الظن، وما أدراكم ما سوء الظن. حتى قال الله: اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. بعض الزوجات يبداها سوء الظن، بعض النساء يبداها سوء الظن. تشوف راجلها دخل وداير الريحة وكذا، تقول لك هذا لو داير الريحة فيها لازم نتحقق وين كان. جاز اليوم الأول الثاني الثالث، بدأ الظن هذاك يكبر في راسها، بدأ الوسواس يكبر. وش تدير؟ أول ما يدخل يتوضأ، تروح للفيسة تاعو تجبد الجوال تاعو، تجبد الهاتف، تقول نشوف الأرقام لعله يوجد ما ندري. تقول لك الرجال هذا ما فيهمش لما كما يقولوا توعنا. ويبدأ سوء الظن يكبر، ويبدأ الشك يكبر، وهذا ما يسبب الكراهية. تصير تشوف فيه كحل أسود بعد ما كان زوج وكانت محبة بينهما وكانت مودة ورحمة، يصير بسبب سوء الظن تبدأ تكبر الكراهية. بسبب ماذا؟ سوء الظن. شافت حاجة، شكت، بدأت تتبع والظن تحر ويكبر، الوسواس ويكبر. والزوج كذلك، هذا مش فقط عند النساء، حتى الرجال. بعض الرجال يدخل للبيت في المساء يشوف حاجة ما يشفي بلاصتها، يبدأ يدخل له سوء الظن، يقول شكون جاء اليوم؟ شكون كان هنا اليوم؟ ما كان حتى لا، وما يقولهاش. علاش؟ يخليها في قلبه ويخلي الظن هذاك يكبر معه والوسواس يزيد، ويبدأ بعدين
يجيب الأولاد يبدأ يدخل لهم كما نقولوا احنا بالعامية. خلينا نتكلم بالعامية. علاش؟ خاطر هذه الأمور لازم نفهموها مليح، خاطر هي أساس المشاكل العائلية. كما نقولوا احنا يدخل لهم طحرايميت الأولاد بتاعهم. أسمع شكون يجي للبيت، شكون يما كي تخرج ولا ماش تخرج، ويبدأ سوء الظن يكبر، الوسواس يكبر، تولي المرأة هذه تظهر له كحلة قدام، يولي يكرهها بدون سبب، بسبب واحد هو سوء الظن. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. ونختم هذه الأسباب، والأسباب كثيرة لكن هذه هي أهم الأسباب وأشهرها وأكثرها انتشارا بين الناس. من أهم الأسباب النميمة. شياطين الإنس لا يهدؤون. شياطين الإنس إذا شافوا رجل مع زوجته عايشين في سعادة ورب يرزقهم أولاد صالحين، الحل الوحيد ما يقدرش يجي عند الزوج يقول له مباشرة طلق مرتك، ولا يجي عند المرأة مباشرة يقول لها زوجك موش مليح. لا، تبدأ النميمة. يبدأوا يحطوا السم في العسل، هو يعطيه لك في شكل عسل لكن في الداخل سم قاتل. يبدأوا ينشروا، يروحوا يعطوا له كلام، ويروحوا عند الزوجة ويعطوا لها كلام بنية الإفساد والتفرقة بين الزوجين. وعلى الزوج والزوجة أن ينتبها لمثل هذا. فشياطين الإنس كثيرون في زماننا. شياطين الإنس الذين يسعون بالإفساد بين الزوجين والتفرقة بينهما وهدم البيوت. كم من عائلة تفرقت بسبب النميمة، وكم من أطفال تشردوا وضاعوا بسبب النميمة. يقول الله سبحانه في كتابه: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين.